كتبدا القصه ديال الفيلم ديالنا سنه 2012. ديك الساعه الاقتصاد ديال الميريكان كان واكل العصا ديال بصح، والبطاله غادا وكتزاد، وهادشي اللي كيخلي النسبه ديال الجريمه تكبر وخلى حتى السجون عمرات بزاف. الشركات الخاصه بدات كتستثمر في السجون وبداو كينظموا سباقات ديال السيارات داخل السجون اللي سماوها سباقات الموت. الطوموبيلات ديال السباق كتكون مجهزه بواحد الاسلحه معينه اللي غادي يحتاجها المتسابق وسط السباق، وهكذا يقد يقتل الناس الاخرين حيت ملك الموت كيكون كيدور غير تما. القانون ديال السباقات كان خاصك تربح 5 ديال السباقات متابعه، الجائزه كتكون هي الحريه ديال الساجين زائد شي بركه ديال الفلوس باش هكذا يقد يبدا حياه جديده. السباقات كيكونوا منقولين مباشره والناس كتقمر عليهم بفلوس صحيحه، وهذا الشيء كيعني اموال تترعرع كدور تما. وهاد السباقات كتساهم في النقص ديال الحباسه من السجون. هذا فرانكي ومع المساعده ديالو اللي كانت سميتها كيس اللي كتعتبر هو اكثر المتسابقين اللي مشهور في الحبس. فرانكي كان دوز 4 ديال السباقات وربحهم كاملين، وبقى ليه غير سباق واحد الا دخل فيه هو الاول غادي ياخذ الحريه ديالو. السباق الخامس كان غادي مزيان، يلا قرب من الخط ديال النهايه كان لاصق فيه العدو اللدود ديالو اللي هو اللوين اللي سميتو جو. كل واحد فيهم كيدير المستحيل باش يربح السباق. فرانكي بغى يخدم الاسلحه اللي عنده باش يهجم على الطوموبيله ديال جو، ولكن الصدمه هي ان الاسلحه ما بغاش تخدم. هو يضحي بالدرع الخلفي ديال الطوموبيل ديالو باش هكذا يضرب الطوموبيله ديال جو ويبعدو، ولكن اللوين طلع ما ساهلش، قدر يمنع راسو وبدا حتى هو الهجوم ديالو، وما كاين غير القرطاس يتشاير. واللوين وصفت لفرانكي شي 5 كيلو ديال القرطاس، كيسبل ليها الطرح سخن وهي تسلت خلات فرانكي منو اللوين اللي استغل الفرصه وصيفط واحد الصاروخ وفرقع الطوموبيله ديالو. وفرانكي مسكين طلعت عنده الكشبه. نخليو السجن ونمشيو نشوفوا واحد خونا اللي سميتو جينسون واللي كان خدام في واحد المصنع ديال الحديد واللي قريب يسد بسبب الازمه والتضخم اللي واقعين في البلاد. مشى باش ياخذ الحساب ديالو، السيده اللي مكلفه عطاتو غير نص ديال الفلوس اللي كيتسال. جينسون والناس اللي خدامين معاه ما عجبهمش الحال وتعصبوا تما ونوضوا البلبال على قبر رزقهم، والدعوه ترونات وجا المخزن وما كاين حاجه ليا من هنا. الزرواطه اللي كدوي تجريو عليهم كاملين، والحمد لله هادشي كيطرا حتى في امريكا. المهم جينسون رجع لدارو عند مرتو وعاود ليها داكشي اللي وقع، وقال لها ان شاء الله غادي يلقى خدمه جديده وديك الساعه الامور غادي تحسن. وطلع عند بنته الصغيره اللي كانت يلاه تزادت ضرب عليها طله. رجع عند مرتو باش يكملها مع الهضره، لقاها مليوحه في الارض شويه حتى كيبان ليه واحد خونا ضرب كاكول قصد لينا جينسون ورش عليه منوم على وجهه، وقبل ما يمشي دار ليه ديك الحركه ديال شي واحد هاز السلاح. داز ساعات جينسون فاق لقى البوليس دايرين به وهو هاز الموس في يديه اللي فيه الدم ديال مرتو اللي كانت ماتت مسكينه. البوليس ما عطلوش وداروا ليه المينور، ومن بعد التحقيق حكموا عليه بالمؤبد وصيفطوا لواحد الحبس اللي كاين في واحد الجزيره اللي كانت منعزله. الحبس كان شديد الحراسه، وهذا السجن واحد من السجون اللي كيدار فيهم سباقات الموت. الضابط داز الشومبر ديالو اللي كان فيها اكثر من شخص، غير شافوه بغاو يحقروه وبغاو يديروا ليه الدخله ديال المحابسيه. يلاه الضابط تحرك سمع شي صداع ويرجع لقى خونا سلخهم كاملين وعاود لهم التربيه، وهنا عرف باللي راه جينسون ماشي شي واحد اللي ساهل. النهار الثاني جينسون يهبط يفطر مع المحابسيه، جلس في واحد الطبله مع واحد جوج ديال الناس. يلاه غادي يقول بسم الله حتى كيبانوا ليه واحد خوتنا جايين قاصدينو وباغيين يعبروا ليه الطونسيون، وزاد جعر ملي واحد فيهم قال ليه قدام الناس باللي انت قتلتي مرتك حيت ما فيكش الرحمه. واش جينسون يسكت ليه ولا؟ يلاه واحد خونا فيهم تهور، جينسون ناض بالخف هز واحد الصينيه ودار لهم الضربه المغمسه والزيت وطيح كثر من النايض. حتى جاو الحراس وكالماو الدعوه. واحد الضابط دا جينسون باش يتلاقى مع المديره ديال الحبس اللي معروفه بالصرامه ديالها، واي واحد كيغلط ما كدوزاش ليه. دخل عندها وبدات كتهضر ليه على السجن ديالها باللي راه فيه اخطر المساجين في امريكا. هذيك اللعبه ديال راه بغات تخلعو فهمتي. ولكن جينسون قال لها باللي انا مسجون جديد وضروري خصني نطراسي الكروه ديالي باش هكذا نفرض الاحترام ديالي على الناس وتا شي واحد ما يزعم عليا. المديره قالت لي باللي انا شفت الدوسي ديالك وعرفت باللي انت راك واحد المتسابق اللي خطير، يعني شي فور ديال بصح. داكشي علاش عرضت عليه يشارك في السباق اللي كيدار في السجن وياخذ البلاصه ديال فرانكي اشهر متسابق في السجن اللي كان مات اخر مره. فرانكي كان كيدير الكاغول والناس راه ما عارفينوش باللي مات، يعني انت تلبس الكاغول وتدخل في بلاصتو على اساس انك كنتي غير معطوب ورجعتي من وراء الاصابه، وهكذا تكون دوزات دكاكه على الناس. وهنا كنقصد القماره حيت هما اللي كان عزيز عليهم وكانوا كيقمروا عليه بزاف. شرحات ليه القانون ديال السباق اللي هو تربح 5 ديال السباقات متتابعين تاخذ الحريه ديالك. فرانكي كان رابح 4 وبقى ليه غير واحد، لبس الكاغول وإلا ربحتي السباق الخامس تاخذ الحريه ديالك. جينسون في الاول تردد ولكن العرض كان مغري بزاف، القضيه فيها الحريه ويقبل. قالت ليه وجد راسك راه السباق الخامس بقاو ليه يومين. داتو عند الفريق اللي كان خدام مع فرانكي وعرفاتو عليهم. غير المديره تحركات جينسون بدا كيهضر مع الرئيس ديال الفريق اللي كيعيطوا عليه الكوتش، وداو يشوف طوموبيل اللي غادي يتسابق بها ويتعرف كيفاش يخدم الاسلحه اللي كتكون فيها. جينسون سولهم على الذخيره، الرئيس جاوبو قال لي باللي الذخيره كتكون نهار السباق وكتفعل بطريقه الكترونيه. من بعد خرجوا للساحه وبدا الفريق كيعطيو المعلومات على المتسابقين اللي غادي ينافسوا، وقالوا ليه باللي خونا اللي تهجم عليك الصباح ملي كنتي كتفطر راه حتى
حتى هو متسابق وسميتو باتشيكو، وحضروه من المتسابقين حيت كلهم فايتين قاتلين الناس من قبل وما عندهمش الرحمه. جا النهار ديال السباق، جينسون لبسوه كاغول وداز من وسط الناس اللي كانت فرحانه به على اساس هو فرانكي، وداو الحراس الحلبه ديال السباق، وبدا الرئيس كيشرح ليه بلي راه ما خاصوش يدوي مع الناس حيت فرانكي ما كانش مدصر عليه المتسابقين، والغموض اللي فيه هو اللي خلى الناس تبغيه بزاف. شويه بداو كيدخلوا البنات اللي كانوا حتى هما ساجينات، اللي كل وحده فيهم كتكون هي المساعده ديال واحد من المتسابقين. كيس ركبات مع جينسون حيت هي اللي كانت المساعده ديال فرانكي من قبل. الرئيس قال ليه غير يطلع الزاج قد تحيد الكاغول، راه الزاج ما كيبينش. كيس بطبيعه الحال عارف فرانكي راه مات. السباق غادي يكون على 3 ديال المراحل، كل مرحله غادي تكون في النهار، وبحال ديما السباق كيكون منقول لايف والقماره زاهين وناشطين، يعني فلوس كثيره كدور تما، وهادشي كامل تحت الاشراف ديال المديره ديال السجن اللي كتحكم في اي حاجه. غير بدا السباق، جينسون ديمار الطوموبيل ومشى بواحد السرعه ماشي عاديه. كيس غير من الشوفه عرفات باللي جينسون راه شيفور خطير، ومع هادشي جديد عليه ينسى البلان ديال الاسلحه. حنا خدامه كتوريه منين يدوز باش يقد ياخذ شي طريق اللي مختصره، وهكذا يقد يسبقهم بالزربه. اللوين غير حاضر وديما تابعو حيت هو اول خصم ليه واللي منافسو على السباق. في العرض يكونوا واحد الدوائر اللي كيكون فيهم واحد الشكل ديال الاسلحه، واي دائره كتشعل اللي كيدوز من فوقها هو الاول، هو اللي كياخذ السلاح اللي كيكون مرسوم فيها، واي واحد كياخذ السلاح كيبغي يصفيها البنادم. والمديره تحمسات بزاف وفعلات ليهم واحد السلاح اللي كيتسمى الرؤوس ديال الموت. وهاد الرؤوس ديال الموت هما واحد جوج ديال السيوف اللي كيخرجوا من الارض. واحد من المتسابقين ما شافهمش وكان جايب واحد السرعه خياليه وجا فيهم عبار، والسيوف دخلوا ليه حتى البنكرياس ديالو. طوموبيلته تفرقعات والمديره عاجبها الحال. لوين اي واحد كيجي قدامه كيصفيها ليه وكيدوي غير بالسلاح. بغا يزرب لينا على واحد الصليع، بدا كيهجم عليه ولكن الصليع طلع ما ساهلش ورش ليه الزيت في الارض. الطوموبيل ديال لوين دارت به، طلع فرح بزاف. مازال ما كملش الضحكه، جا لي واحد الشينوي ويدخل ليه في طوموبيلته وما كي غير فاطمه شوفيني راني طاير، وزاد كمل عليه صيفط ليه واحد الصاروخ. طلع هذاك النهار كان ماكتيفي 7 ارواح وما بغاش يموت ليهم. خرج من الطوموبيل ديالو وبدا كيهلل عليهم كاملين. شويه حتى كيبان لنا اللوين جا قاصدو ويمسحو من الدنيا، غادي زانستالاها معلم. اللوين قصد لينا صاحب دعوته اللي هو جينسون، بغا يصفي عليه. جينسون غيبان ليه اللوين جاي يتابعو، بغا يخدم واحد السلاح باش يبعدو عليه، ولكن الصدمه السلاح ما بغاش يخدم وكلشي ولا قاصدو طامع فيه باغي يصفيه عليه. طلب من المساعده ديالو شحال التيو ديال ليسانس وقال لها حيدي من الكرسي ديالك. غير هي ناضت طير الكرسي ضرب في السقف هبط على واحد المتسابق، ومع ليسانس كان مطلوق المساعده بالزربه خدات واحد البريكه لحتى تحت الطوموبيل. المتسابق شعلات ليه الطوموبيل وتفرقعات. جينسون كمل السباق، غير هاد المره خدا واحد الطريق اللي كانت مختصره، وهو في طريقه تلاقى باتشيكو اللي دار ليه نفس الحركه بيديه اللي دار ليه داك خونا اللي كان لابس كاغول وقتل ليه مرته. وهذا الشيء كيعني باللي باتشيكو هو اللي قتل ليه مرته. جينسون نسى راسو حتى جا ليه اللوين ودخل فيه وعطلوا على السباق. الجوله الاولى سالات، وجينسون جا هو الاخر في المركز. مشى عند المديره وقال لها باللي باتشيكو هو اللي قتل ليه مرتي. جاوباتو وقالت لي وراه داكشي علاش هو مشدود معاك هنا. وجبدات واحد الصوره وقالت لها باللي هذه هي العائله الجديده ديال بنتك وهي اللي غادي تكلف بها حتى تكبر، وإلا بغيتي ترجع ليها خاصك ضروري تربح في الجولات اللي باقيه. جينسون تعصب عليها بزاف وبدا كيدوي معاها وهو مقلق، ولكن ختنا كدوي معاه وهي مرتاحه، وفي نفس الوقت يديها على واحد السلاح اللي كان تحت المكتب كتسنى غير جينسون يغلط باش صيفط ليه واحد القرطاسه وتكالمي. جينسون دور الهضره في راسو، لقى باللي ما عندوش حل وضروري خصو يقبل باش هكذا يشوف بنته. خرج من عندها ويتلاقى مع الكوتش في الساحه وعاود ليه كلشي وقال ليه باللي انا شاك باللي المديره هي اللي صيفطات باتشيكو باش يقتل ليا مرتي ويلصقوا لي التهمه باش هكذا انا نرومبلاسي فرانكي. الكوتش تصدم من الهضره ديالو وقال ليه لحد الساعه هادشي غير شك وانا غادي نعاونك حتى ترجع لبنتك. رجعوا للورشه وبداو كيصلحوا في طوموبيل. غير خونا شاف باتشيكو دايز وهو يتعصب ومشى قاصدو ودخل للجهه ديالو. يلاه بغا يهجم عليه، لقى الرجال ديال باتشيكو كيتسناو فيه تما. باتشيكو خدا واحد الساروت كبير وقال لي انا راه ما كتهمنيش المديره، ويلاه غادي يضربوا بالساروت لوجهه. جا واحد خونا من الفريق ديال جينسون وخشى فيه واحد الحديده في ظهره. جينسون استغل الفرصه بات ليه حتى هو واحد الحديده وبدا كيهجم عليهم. باتشيكو بغا يزرب عليه، جينسون خوا عليه حكمو بواحد الكروشي طيحوا للارض. باتشيكو قال ليه باللي المديره هي اللي طلبت مني نقتل لك مرتك هي والمساعد ديالها، عاونوني حتى دخلنا للدار عندك. جينسون تعصب يلا غادي يصفي عليه. جا المساعد ديال المديره وضربوا بواحد الصاع كهربائي وتم فقد القدره على الحركه. الغد الليل الجوله الثانيه غادي تبدا اللي بقاو فيها غير 6 ديال المتسابقين وكلشي كيتسنى وباغي يعرف شنو غادي يوقع. تعطات الانطلاقه، كلشي ديمار الطوموبيل وغبر من غير جونسون اللي بقى واقف واحد شويه ويديمار الطوموبيل. مشى خدا واحد الطريق اللي مبدله على اللي مشاو منها المتسابقين كاملين. بدا كيسول المساعده ديالو على فرانكي واش عندها شي دخل في الموت ديالو، وهددها الا ما قالتش الحقيقه راه غادي يقتلها. المساعده تخلعات وقالت ليه باللي هي اللي عطلات الاسلحه، وهذا الشيء كان امر من عند المديره اللي طلبت منا
دير هكا والمقابل هو تخرجها من السجن، وهي كانت باغا غير تعطلو ماشي لدرجه انه يموت. جينسون ملي تاكد باللي المديره عندها دخل في الموت ديال فرانكي زاد في السرعه ومشى نيشان جهه باتشيكو بالضبط، غير فاتو دار جيتو وبدا كيصيفط ليه القرطاس بحال الشتا، وباتشيكو طلع حتى هو ما ساهلش كيرد عليه. المهم الدعوه ترونات ديال بصح. جينسون قاد الطوموبيل مع الطريق وطلب من المساعده ديالو ترش الدخان، وداك الشيء اللي وقع. باتشيكو ما بقاش كيشوف الطريق مزيان ودخل في واحد الحيط، طوموبيلته تقلبات. جينسون بقى واقف في الطوموبيل حتى دازو الناس من حداه، لبس القناع ديالو وخرج عند باتشيكو. واخا هادشي كيخالف القانون ما تسوقش للمديره والقانون ديالها، طرطق ليه عنقه وبقى كيشوف في الكاميرا بحال تحداها هي والقانون ديالها. المديره ما تسرطاتش ليها وعطات الامر للفريق ديالها باش يخرجوا واحد المدرعه، واي طوموبيل جات في طريقهم يدمروها. الناس غير شافوا المدرعه وكلشي تصدم وكيبان ليه باللي غادي يعيشوا الرعب معاها، وداك الشيء اللي وقع بالضبط. اي واحد كيجيو قدامها كتهاجمو، والدعوه ترونات ديال بصح. المدرعه فيها واحد الاسلحه اللي مختلفه والطوموبيلات ما قدوش يقاوموها، وما كاين غير هدمات ارى الاخر. بقاو غير صحابنا بجوج، جينسون واللوين. جينسون دوا مع الفريق ديالو في اللاسلكي وطلب منهم يدوزوا لي ابيل الطوموبيله ديال لوين، واتفقوا بجوجهم باش يتهناو من المدرعه الا بغاو يكملوا السباق. لوين قبل مشاو قاصدينها بجوج وكل واحد فيهم مشى لجهه، وهي ترون عاوتاني. المدرعه كتهجم عليهم وما كايناش سكيبي اخي عبد السميع، غير فاتوها بجوجهم في دقه واحده. دازوا من واحد الدائره اللي فيها واحد الدرع اللي خرج منه واحد السيوف حديديه اللي جابوها عبار مع المدرعه اللي في البلاصه تفرقعات، وكلشي بقى مصدوم من داكشي اللي شافوا. وملي رجعوا كانوا فرحانين بهم على داكشي اللي داروا. النهار الثاني المديره جمعت المساجين وعلماتهم باللي الجوله الثالثه والاخيره راه غادا تكون بالليل، وهي اللي غادي تحدد شكون اللي غادي ياخذ الحريه ديالو. وفي نفس الوقت المساعد ديالها بامر منها هاز واحد القنبوله اللي كتفرقع عن بعد ودارها في الطوموبيل ديال جينسون. غير سال الخطاب جينسون مشى عند لوين بغى يدوي معاه. لوين قال لي غير بعد مني وانا راه غادي ندير اي حاجه باش نربح، ومن الاحسن ما تبقاش تهضر معايا والسباق هو اللي غادي يحكم. جينسون بدا كيحكر عليه وقال لي ضروري خصنا نهضروا قبل ما نتسابقوا. جا الليل الجوله الثالثه غادي تبدا. جينسون ركب في الطوموبيل ديالو. المساعده ديالو قالت لي باللي المديره طلبات منا انها تعطلو باش هكذا ما يربحش. غير بدا السباق وبجوجهم طاروا بالطوموبيلات. جينسون قرب لواحد الدائره اللي فيها واحد السلاح. المساعد ديال المديره كيطفيه ليه بالعاني باش هكذا ما ياخذوش، ولكن كيخليه اللوين اللي غير خدا داك السلاح بدا كيهجم لينا على جينسون. جينسون كيحاول يتفاداه ولكن القرطاس بهدل ليه الطوموبيل ديالو كلات شويه العصا. طلب من المساعده ديالو تفك الدرع الخلفي ديال الطوموبيل باش هكذا يقد يشتت التركيز ديال اللوين. غير دارتها اللوين كان عايق بها وكان ذكي بزاف، دغيا سكيبا بالخف. اللوين دوا معاه في اللاسلكي وقال ليه هاد الصاروخ هذا اعتبرو كادو مني ليه. اللوين غير صيفطو. جينسون خوى عليه ضرب في واحد السور ويطيح وهما يخرجوا بجوجهم. وهنا كانت الصدمه الحقيقيه، حيت المديره والمساعد عرفوا باللي اللوين وجينسون ما كانوش كيتسابقوا ولكن كانوا كيخططوا باش يهربوا. ودابا هما راهم في الطريق وقرابين لواحد الجسر اللي كيربط بين الحبس وبين المدينه. المديره بغات تنتقم من جينسون وبغات تفرق عليه الطوموبيل ديالو. يلاه بركات على الزر ما طرات حتى شي حاجه، حيت الرئيس ديال الفريق كان عارف شنو كتسوى وكان داير بحسابه. ولكن واخا هكاك ما تسرطاتش ليها وصيفطات لهم طيارات بقى تابعاهم. لوين وجينسون شادين الطريق وغاديين مغبرين المسمار. البوليس تابعهم والطياره حتى هي. جينسون قال للمساعده ديالو طلق واحد الغاز على البوليس، وداك الشيء اللي وقع بسبب الغاز طرا واحد الانفجار كبير بين الطوموبيلات ديالهم. الجسر اللي كانوا غادي يهربوا منه ضيق بزاف. جينسون دوا مع اللوين وقال لي باللي ضروري راه خصنا نتفرقوا، وداك الشيء اللي كان. المديره ملي شافتهم غادي يتفرقوا طلبات من القائد ديال الطياره باش يبقى مركز غير مع جينسون. وفي هذه اللحظه جينسون سول المساعده ديالو واش متاكده من هادشي اللي ناويه ديري. جاوبته وقالت ليه ما تخافش، حيت المديره كانت عطاتها الاوراق ديال الخروج ديالها من السجن باش تسمع الهضره ديالها وتعطلوا وما يربحش. شويه جينسون كينقص من الطوموبيل. المساعده بالزربه خدات بلاصتو وخدات القناع لبساتو بالخف باش هكذا ما يردوش البال باللي المساعده هي اللي سايقه الطوموبيل. الطياره تابعها وكتضرب في القرطاس باش توقفها، وداك الشيء اللي طرا. الطوموبيل وقفات خرجت منها المساعده ولابسه القناع ديال فرانكي على اساس هو جينسون اللي كان مراقبها من بعيد. جا عنده اللوين باش يكملوا الخطه ديال الهروب ديالهم ويمشيو في حالاتهم. وفي هذا الوقت المديره جاتها واحد الهديه. المساعد ديالها قال لها باللي هذا الكادو بسبب المعدل ديال المشاهدات اللي تزاد بزاف واللي كان خيالي. يلا غادي يحلوا الكادو لقاو فيه القنبله اللي كانت في الطوموبيله ديال جينسون. الرئيس ديال الفريق ضغط على الزر. المديره والمساعد ديالها بقات فيهم غير السميه. دازت 6 شهور كنشوفوا اللوين وجينسون مع بعضياتهم في المكسيك خدامين في واحد الكراج اللي كيصلحوا فيه الطوموبيلات ديال السباق. شويه جات عندهم المساعده ديالو اللي تعطلات بسبب شي مشاكل في الاوراق ديال اطلاق السراح ديالها، ووراه واحد المفاجاه اللي كانت هي بنته الصغيره اللي رجعها لعنده. وحتى لهنا سالت القصه ديال الفيلم ديالنا، ونتمنى يعجبكم. شاركوا في القناه باش هكذا يوصلكم الجديد. شكرا بزاف وتهلاو.